اكيد كنت قاعد على موبايلك بتقلب على تيك توك او فيسبوك او حتى يوتيوب، وظهر لك اعلان لشخص بيقولك انا كنت مشرد ومش لاقي مبلغ معايا. فجأة من خلال تداولي للمنصة الفلانية دي قدرت ان انا اعمل المبلغ والراس المال اللي معايا ده دلوقتي. وعلشان تبقى زي كده لازم تتبع الشروط اللي انا بقولك عليها، واشترك في قناة التليجرام وخش على الواتساب وغيره وغيره وغيره، وتبدأ تسأل نفسك انا اصلا ايه اللي دخلني هنا، وهل التداول حلال ولا حرام. ولكن اول ما يجيلك عرض مغري تبدا ان انت تخش في المجال ده اكتر وتتعمق فيه، من خلال بس يقولك انك تشوف الحلقه الفلانيه دي انت كده خلاص تقول لنفسك انا اتعلمت التداول وفعلا هبدا اخش. تبدا بقى انك تحط فلوس وتلاقي نفسك بدل ما بتكسب فلوس عمال بتخسر يوم ورا التاني ورا التالت. تبدا انك تاخد فكره وحشه جدا عن المجال وتسيب المجال للابد. احب ابشرك واقول لك ان ده كان في يوم من الايام وانا كنت فعلا انا واصل للموضوع ده، كنت هوصل ان انا احط فلوس في المجال ده، ولكن الحمد لله ربنا هداني للطريق الصح وبعدني عن سكة النصب دي. فانا دلوقتي هجيلك علشان اغير فكرتك عن مجال التداول. مجال التداول مش وحش، لكن النصابين اللي فيه كتير. ويلا بينا علشان انت هتسمع دلوقتي كمية معلومات عن مجال التداول انت ما سمعتهاش قبل كده. كوباية الشاي بالنعناع بتاعتك، روق مزاجك، يلا بينا وجهز مخك وفضي ذهنك وامسح كل حاجة انت سمعتها عن مجال التداول. يلا بينا. السلام عليكم، انا هاشم محمد من جراند سيكويس، قناة بتهتم بتعليم التداول. مبدئيا كده تعرف انت السوبر ماركت اللي تحت بيتكو ده، مش انت مثلا تشتري مش فيه اصلا سلع غذائية، فيه مشروبات ومستلزمات، اشتريت سلعة غذائية معينة، السلعة دي مثلا ب100 جنيه، او خلينا بقى علشان اديها لك بمثال اسهل شوية، خليها السلعة دي ب100 دولار. انت مثلا لقيت ان السلعة دي وحشة، فالبايع بيرجعها لك بكل ادب واحترام. الكلام ده ممكن شوية ينطبق مع مجال التداول، ولكن مع حتة اختلافات بسيطة في حتة الفلوس دي. الفلوس لما بترجع لك في مجال التداول ممكن مثلا ترجع لك 110 دولار او 90.30 سنت مثلا، في على حسب السهم كان ماشي ازاي. التداول عبارة عن عملية بيع وشراء الأدوات المالية بغرض تحقيق الربح منها والاعتماد على عامل أداء السعر وأداء الشركة نفسها وأداء السهم نفسه. عندنا 5 أسواق في مجال التداول: أسهم، فوركس، عملات رقمية، وسلع ومشتقات. مبدئيا كده علشان أجيب لك الخلاصة، سلع تداول المشتقات ده عايزك تقفله خالص، ان ده اصلا مجال بيبقى فيه ناس نصابين، وهو ده المجال اللي تقريبا بيحاولوا يجروك فيه. فاحنا كده معانا 4 اسواق للتداول. اول سوق فيهم اللي هو سوق الاسهم. سوق الاسهم ده اقدم واشهر سوق فيهم ومناسب جدا للناس اللي حابه تستثمر. بدايه الاسهم كانت في سنه 1596 في اوروبا، تحديدا بلجيكا. كانت اول بورصه منشاه في العالم كله، كانت لبيع السندات والديون وغيره. البورصه قوي، ولكن كانت تعتبر اول فكره لعمل بورصه والكلام ده، لان اصلا ما كانش فيه في اوروبا نهضه صناعيه زي ما في دلوقتي مثلا، او بدايات القرن ال18. من اول القرن ال16 لحد القرن ال19 بدا موضوع البورصات ده يبدا ان هو ينتشر حبه حبه في جميع البلاد الموجوده في العالم. يعني انت كده مثلا تقعد الساعه 8 الصبح في لندن كده تقرا الجريده بتاعتك، وبتشوف مثلا الشركات وهي عارضه الاسهم بتاعتها في البورصه، فانت تبدا انك تشوف ايه السهم اللي انت عايز تشتريه، تكلم الوسيط اللي هو شخص تمام تبع البنك نفسه، تبدا تقعد تساله انا عايز مثلا اشتري السهم ده بكام وغيره وغيره، انا عايز اشتري مثلا 10 اسهم بالسعر المعين ده. انت وهو تروحوا على البنك على طول علشان تشتروا السهم دي وتاكدوا، عشان تشتروا السهم ده وتاكدوا المعامله مع بعض. والبنك بيديك ورقه، هي دي الورقه الوحيده اللي بتاكد ان تم فعلا شراء الاسهم ده من البنك المحدد ده في الوقت الفلاني ده. ولما تحب تبيعه بيحصل نفس العمليه، ولكن انت بتديهم الورقه وهم بيدوك بقيه الفلوس اللي انت عارفها. فكانت عمليه معقده جدا من اول القرن 19 وصولا الى السنه اللي احنا فيها دي بدات تنتشر، وخصوصا بقى ايه مع دخول الاي اي والتليفونات والكلام ده، وتواجد بقى الانترنت بينتشر بشكل سريع جدا في العالم، وكلها اللي بدات ان هي تحسن من موضوع التداول ده. فتعالى بقى اقول لك ازاي الشركات بتشتغل في مجال الاسهم. مثلا شركه زي شركه امازون مثلا محتاجه 100 مليون دولار، فالمبلغ بتاع 100 مليون دولار ده مثلا لو
خدوا قرض من البنك، البنك مثلا لو ما لقاش ان هم سددوا الفلوس دي في اسرع وقت، تمام، بيقفلوا لهم الشركه ممكن. لكن الشركات دي بتلجأ للطريقه الامنه جدا، هم بيجذبوا المتداولين والمستثمرين علشان يدفعوا فلوس للشركات دي من خلال اداء الشركه نفسها. انا حققت ربح في الجهتين، جهه المستهلك اللي هو المتداول والمستثمر، وفي جهه الشركه نفسها، ان الشركه مثلا بتاخد الفلوس دي علشان تطور مثلا من الصناعه بتاعتها او تطور القطاع بتاعها على جميع النواحي فيها. انا هبيع المليون سهم ب $100، فاضرب كام مليون في 100 بيبقى معايا $100 مليون. معرفش الحسبه صح ولا لا، احسبها انت بقى وطبقها على اي حاجه ثانيه. فالمهم هقول لك بقى على قبل ما نبدا، احنا عندنا نوعين من الاسهم، ده اضافه بس كده انا عايز اقولها لك، وعلى الحاجات اللي انا عايز اقولها لك كده يعني. عندنا نوعين من موضوع الاسهم، في الاسهم العاديه وفي الاسهم الممتازه. الاسهم العاديه اللي هي اسهم مثلا الشركات اللي نقدر نتداول عليها زي تسلا ومايكروسوفت، وغالبا بيكون سعرها كويس جدا ومقبول. انما بقى الاسهم الممتازه بتكون مثلا شركات عاليه جدا كويسه جدا وما تعتبرش مشهوره قوي، لكن قيمتها السوقيه عاليه جدا جدا جدا. تعال بقى اقول لك ايه على الجلسات اللي موجوده في مجال الاسهم. من الساعه 8 للساعه 4 صباحا في جلسه اسمها جلسه البري ماركت. دي جلسه اللي لسه بيكون فيها السوق بيحضر فيها. ينفع تشتغل فيها؟ ينفع تشتغل فيها. والجلسه اللي بعديها برضو ينفع تشتغل فيها. الجلسه اللي بعديها اللي هي نورمال بري ماركت، دي بتبقى من الساعه 9:30 لحد الساعه 8 صباحا، ودي برضو ينفع تشتغل فيها. خلي بالك التوقيتات اللي موجوده دي بتوقيت مدينه نيويورك، مش بتوقيت اي دوله من هنا عن الشرق الاوسط بتاعنا، بتوقيت مدينه نيويورك الامريكيه. عندنا هنا بقى ايه الجلسه الثالثه اللي هي ماركت اورز. ماركت اورز دي اهم جلسه فيهم. ليه؟ لان السوق فيها بيبدا ان هو يشتغل، وتبقى من الساعه 4 بالليل لحد الساعه 9:30 الصبح. ودي مهم جدا انك تشتغل فيها، لان السوق اصلا بيتحرك فيها، يعني انت كده انت مجبر اصلا ان انت تشتغل فيها. اخر جلسه بقى واللي هي افتر اورز، اللي هي بتبقى الساعه 8 لحد الساعه 4 مساء. بالنسبه بقى للمنصات اللي انت تتداول عليها في مجال الاسهم، عندنا منصتين كويسين جدا. وانت مثلا لو شفت الفيديو الشورتس اللي احنا منزلينه عندنا في القناه برضو، هتلاقيه تالت فيديو تقريبا في الشورتس حاجه زي كده. وقت ما انت بتشوف الفيديو ده ان شاء الله يعني عملنا فيديوهات كتير وكده، تمام، هتلاقيه ان احنا مقسمين لك كل المنصات اللي موجوده تبع مجال الاسهم. احنا طبعا ذكرنا منصه انتر اكتيف بروكرز ومنصه تريد زيرو، وباذن الله هنقول عن مميزاتهم وهنتعمق اكتر في مجال الاسهم في الفتره اللي جايه ان شاء الله لما نبدا نعمل كورس الاسهم. نخش على المجال اللي بعده، مجال الفوركس. ده يعتبر اهم واقوى واشهر مجال فيهم، ولكن مش قديم زي الاسهم يعتبر يعني، تمام. كل يوم بيخش، تخيل ان كل يوم بيخش على المجال ده حجم تداول بقدر 8 تريليون دولار يوميا. مبدئيا كده سوق الفوركس عكس سوق الاسهم، سوق غير مركزي، يعني قصدك ان مش عليه جهات رقابيه. تقريبا انت كلامك صح، ولكن في شويه جهات رقابيه لكن مش بتتحكم بشكل كامل في المجال نفسه. السوق ده بيتم عليه تداول ازواج العملات اللي هو مثلا دولار ويورو الين ولكن بقى اللي صعب الموضوع في مجال تداول الفوركس ان احنا عندنا حرفيا حيتان زرقاء. يعتبر المتداولين والمستثمرين دول اخر طبقه موجوده في مجال الفوركس. ما ينفعش اصلا انك تنافس في المجال ده، وخطوره المجال ده عاليه جدا، فكتير من الناس بيحذروا منه، وانا اولهم الصراحه ان احذرك من مجال التداول. لان انا الناس لما كانوا بيكلموني مثلا على التليجرام والواتس كانوا بيحكوا لي قصص عن تداول الفوركس معاهم، مش ارباحه حلوه قوي يعني، بس ارباح رمزيه. يعني لو انت دخلت مبالغ كويسه وقدرت ان انت تتفاهم وتتعامل مع السوق حبه ورا الثانيه. يعني 6 طبقات في مجال التداول: بنوك المركزيه، والبنوك التجاريه، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات الماليه، وشركات متعدده الجنسيات، والمتداولين والمستثمرين اللي هو احنا. طبعا بقى علشان اوضح لك حاجه كمان، تمام، لو مثلا عندنا زوج زي ده من العملات، ده بيبقى اساس وده بيبقى المقابل، تمام. وطبعا المنصات اللي انا انصحك بيها في تداول الفوركس ميتا تريدر 4 وميتا تريدر 5. نخش بقى على سوق تداول الكريبتو في العملات المشفره. العملات المشفره دي زي الفوركس تمام،
ويعني سوق غير مركزي مش عليه جهات رقابيه قويه قوي يعني زي سوق الفوركس، وتتحذر منه في ناس لا. ممكن موضوع الكريبتو ان هو يعني مخاطره عاليه جدا للناس اللي بتحب المخاطر العاليه، وارباحه سريعه جدا. ده يعني الفكره كلها من مجال تداول العملات المشفره. اول واحد اخترع البيتكوين كان اسمه ساتوشي ناكاموتو، وده اكيد انت سمعت عنه لو انت مثلا مهتم بتداول العملات الرقميه. ده كان مقدم بحث عن العملات الرقميه ومصيرها في العالم، لان العملات الرقميه دي جات في سنه 2010 طبعا بعد الانهيار الاقتصادي العالمي سنه 2008، واللي كان بسبب اسباب كبيره يعني مثلا بتاعت العقارات والكلام اللي انت عارفه ده، ووجود الفيزا ونزولها فالحاجات الكبيره دي هي اللي ادت للازمه الماليه دي، وهي اللي خلت العملات الرقميه تكون موجوده. عندنا حاجه اسمها البلوك تشين. البلوك تشين دي عامله كده زي السجل او الدفتر اللي بيسجل اي معامله بتبقى موجوده. عندنا هنا كلمتين مثلا بلوك وتشين. التشين دي نرميها بعيد عشان مش هتهمنا في حاجه طبعا، تمام. بلوك دي بقى اللي هي زي طوبه في الانجليزي، انا بدات اكون مدرس انجليزي ولا ايه، تمام. بلوك دي اللي هي المعامله نفسها، في معامله بتربط معامله تبقى سلسله معاملات، وهي دي بقى كلمه تشين. نرجعها تاني كده مره تانيه، هي دي بلوك تشين مع بعضيها، هي اللي بتبقى الدفتر اللي موجود بيكون طبعا لا مركزي. من مميزات برضو مجال سوق العملات الرقميه ان هو في الشفافيه والخصوصيه، وفي امان على اعلى مستوى، لان طبعا بيبقى فيه تشفير وغيره وغيره من الكلام ده. نخش بقى على اخر مجال اللي هو تداول المشتقات زي القمح، البترول والذهب، فده طبعا مش ناس كتير جدا بتتداول فيه وكده. نخش بقى بعد كده على المحاذير الشرعيه، ودي انا اسف جدا ان انا نسيتها، لان السكريبت بتاعي انا حافظه في دماغي يعني، تمام. اسف جدا ان انا ما ذكرتش الموضوع ده واحنا بنتكلم عن المجالات، ولكن الحمد لله ان انا افتكرتها دلوقتي وهنتكلم مع بعض فيها. المحاذير الشرعيه بالنسبه لمجال الاسهم. مجال الاسهم هو حلال طبعا، ولكن انت على حسب بتتداول في انهي شركه مثلا بتاعت خمور، فكده انت حرام ان انت تتداول في الشركه دي، ولكن هو تمام يعني حلال. ولكن موضوع اللافرج ده او الرافعه الماليه بيبقى تقريبا يعني شبه مطلوب في مجال الاسهم، ولكن تقدر ما تستخدمش الرافعه الماليه عادي جدا في المجال ده. ولكن في الفوركس انت لازما تمام انك تشتغل بموضوع اللافرج ده، وهنتكلم عن طبعا الفوركس في حلقه مخصصه لوحدها خالص بقى، ان ده زي ما قلت لكم قبل كده ده موضوع كبير جدا تمام ومزعج شويه، ولكن ارباحه هي سريعه وحلوه يعني، والسوق شغال على طول. فبالنسبه للمحاذير الشرعيه من الاسهم حلال 100%، ما فيهوش نصب، الدنيا حلوه. نخش بقى على الفوركس في ناس كتير جدا اختلفت عليه، ولكن يعني الرافعه الماليه دي هي اللي مسببه الازمه في الموضوع ده. فنقدر مثلا نقول لو انت بحثت اكتر، فاغلبيه العلماء بيقولوا مثلا ان ده بيكون حلال، وفي مثلا علماء تانيين بيقولوا ان هو حرام، لان الرافعه الماليه دي هي اللي مسببه الازمه في كل ده. ولكن اذا شلنا الرافعه الماليه تمام هيكون الموضوع حلال جدا، لان دي تجاره ازواج عملات ما بينها وبين بعضها. بالنسبه بقى لمجال الكريبتو او العملات الرقميه، حكمه لسه ما طلعش، ولكن في بعض المشايخ بيقولوا ان اذا البنوك تمت او عملت اعتماد للعملات الرقميه تمام، فالموضوع ده اكيد لازم يبقى حلال. في بعض الشيوخ بتقول كده الله اعلم، وفي بعض الاخر لا، ولكن التجاره فيها يعني يعتبر حلال تمام عادي جدا يعني، ما دام انك مثلا مش تملكها او بتتاجر فيها بشكل عام. يعني مثلا عندي 10 6 5 بيتكوين كده تمام، هتلاقي الدنيا تخرب معاك لو انت مثلا تتاجر فيها. يعني مثلا انا ببيع مثلا 10 بيتكوين كده بمبالغ خياليه، اشتروا مني مش عارف ايه. بيتكوين تكون معاك ملموسه في ايدك او مثلا معاك في محفظتك، دي بتبقى مش تمام كده، بتبقى حرام اصلا. ولو انت مثلا يعني بتتداول في السوق عادي في البيتكوين، فده عادي جدا، امر طبيعي جدا. تداول السلع حلال لو مثلا السلع مش عيب، مثلا زي الخمره واللحم الخنازير وغيره من الحاجات المحرمة. نخش بقى على آخر نقطة، واللي هي التحليلات اللي موجودة في المجال ده. عندنا 3 أنواع من التحليلات: التحليل الأساسي، التحليل الفني، وتحليل المشاعر. مش هقولهم لك بالإنجليزي عشان ما تتلخبطش فيهم، أنا عن نفسي بتلخبط فيهم.
التحليل الاساسي اللي هو بيبقى تحليل على الراي العام، اخبار مثلا او الاغلبيه او انت بتعتمد على الراي العام فيه. اخبار مثلا بتقولك السهم ده هيطلع، السهم ده هينزل، السهم ده هيعمل مش عارف ايه وايه وايه. فانت في نقطتين عندك، رايك انت وراي الناس التانية. فالراي اللي بيكون موجود ده انت طبعا اللي بتحدده، فانت بتكون محتار تمشي ورا رايك ورا راي الناس التانيين. وده هنبقى نتكلم عليه في فيديو تاني، يعني كل حاجه في الفيديو ده هنتكلم عليها في فيديو خاص لوحديها، لان انا جايب لك ايه، الفيديو ده يعتبر كراش كورس، مش مدي معلومات كتير جدا. يعني احنا داخلينك في نقاط متعمقه شويه، ولكن هنقولها فيما بعد في فيديوهات اخرى يعني باذن الله. فموضوع التحليل الاساسي ده خلصنا منه. التحليل الفني بقى، واللي هو الرجوع بالرسم البياني بتاع المجال بتاع الشركه المعينه او الاداه المعينه، علشان نشوف دي هنعتمد فيها ازاي. ودي باذن الله هنعمل لها كورس لوحدها، ودي مهمه جدا، ودي اللي انت لازم تتعلمها. يعني مثلا شارت زي اللي انت شايفه قدامك ده مثلا الزمن اللي بيمشي فيه الشارت. انا بقى ايه يهمني الزمن اللي ورا ده اصلا، تمام، لان ده انا اللي هدرسه وهعرف السهم اللي طالع اللي جاي ده هيمشي ازاي بيه. اخر تحليل بقى اللي هو تحليل المشاعر، تمام. طبعا انت بتكون مع اول صفقه او تاني صفقه خايف كده ومرعوب، مش عارف هتظبط الدنيا ازاي، او مش عارف ان انت هتخش اصلا في المجال ده ازاي. فالفكره كلها انك بتحاول تشوف ايه الصح وايه الغلط وتمام، وتحلل مع نفسك بقى ايه، وتبدا تشوف مع نفسك الموضوع ده. ففي نهايه الحلقه بس هو ده كل حاجه عن موضوع التداول. انا جبت لك كل حاجه طبعا بمنظور مختصر شويه ومش قوي، يعني ما جبتلكش بالغويط قوي، لكن انا جبت لك في المستويات ايه اللي يعني شويه مديها على البيزك وعلى الادفانس شويه، تمام، مديك على حاجات يعني ايه من المستويات المتوسطه شويه، بحيث ان انا ايه مثلا اطورك في حاجات على طول كده بسرعه مثلا. ويا ريت اتمنى يعني ما تقوليش انت ليه ما قلتليش في اول فيديو، لان انا اصلا تمام اتمنى يعني كان معاك ورقه وقلم ان انت كنت عمال بتسجل فيها الحاجات اللي انت سمعتها النهارده دي. واتمنى ان الفيديو يكون عجبك، ما تنساش لايك اشتراك وادينا كومنت. احنا لسه قناه لسه بنبدا، حاول تدعمنا باي طريقه، واحنا بنقدر ده جدا، يعني الناس اللي بتدعمنا في الاول، تمام. وطبعا احنا سايبين لكم لينكات التواصل معانا هنسيبها لكم في الديسكريبشن تحت. بس اتمنى يعني انك تصلي وتدعي ربنا في الخطوه اللي انت هتاخدها الجايه دي. لو انت فعلا ناوي بجد انك تستثمر، اتمنى انك تصلي وتدعي ربنا، تاخد كده صلاه استخاره، تمام، وتشوف هل فعلا يعني ربنا هيعاك انك تبدا المجال ده ولا لا. لان زي ما في ناس كتير جدا بيقولوا التداول مش للجميع، وخلي بالك على العباره دي، التداول مش للجميع، زي النجاح مش للجميع، زي كل حاجه مش للجميع. مثلا ربنا هيكتب لك حاجه معينه، لا، في ناس مثلا عندي بتكلمنا انا، تمام، بتقول لي احنا فشلنا في مجال التداول، احنا مش قادرين نعمل اي حاجه في مجال التداول. على طول الحل اللي بعديها، طالما ربنا مش قابل ان انت تشتغل في المجال ده او عايز يوريك مجال تاني، تمام، انا بقول لهم على طول ايه، اشتغلوا في مجال تاني، شوفوا فرصتكم في مجال تاني. لان كل اللي بيخش مجال التداول بيكون شايف من منظور صغير جدا، اللي هو التداول، هو التداول خلاص، ما فيش غيره ان انا اقدر اكسب فلوس منه. وده طبعا مفهوم غلط. عندك حاجات تانية، عندك دروب شيبينج، عندك مثلا تسويق، عندك مثلا تقدر تاخد كورسات في حتت تانية، تاخد دورات وغيره، عندك مثلا صناعة المحتوى زي ما بنعمل بجانب التداول وكده. فحاول انك تطور من نفسك على المنظور ده بالظبط. وبس اتمنى ان الحلقة عجبتكم، متنساش لايك شير كومنت سبسكرايب. لو انت اول مرة تشوفنا اعمل لنا السبسكرايب على طول، كنت اعمل سبسكرايب صح لا سبسكرايب على طول. وتنساش تشير الفيديو ده لاي حد مهتم بمجال التداول او اي حد وقع في مجال التداول قبل كده، والدال على الخير كفاعله، يعني احنا بنفهمك السكه الصح في مجال التداول. زي ما قلنا الروابط بتاعتنا موجوده في الوصف تحت. اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.